اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد جدا جدا كون الليلة يعني أكون في المسرح الكبير ده. محمد دهشة من السودان. جاي النهارده تقف على المسرح من أجل ماذا؟ شو راح تقدم لنا اليوم؟ يمكن الحاجة جابتني المسرح هنا واقف من أجل وأوصل رسالتي اللي هي الحاجة اللي خلتني إنه أنا أشارك في البرنامج ده، اللي هو بجد يعني السودان ما يستاهل اللي بيحصل له. السودان يعني بلد الخير، البلد اللي كل العالم بيشهد له بالخيرات، بيشهد له بالكرم والجود، ما يستاهل اللي بيحصل له ده. بجد يعني ميليشيا الدعم السريع أو المرتزقة يعني هم للأسف يعني للأسف الكبير هم يعني فئة كانت من جزء من القوات المسلحة، هي كانت تابعة للقوات المسلحة، لكن يتمردوا على الدولة ويتمردوا على الجيش يعني. فبأي حق يا اخواننا انه انت يعني تتمرد على جيش وطنك، تتمرد على جيش دولتك، بأي حق تقتل يعني اطفال صغار، اطفال ابرياء ما عندهم ذنب، ناس ما عندهم اي ذنب في الحاصل ده. بأي حق انه يكونوا ناس قاموا معاك في الحلة بتاعتك في الحي بتاعكم يتعاونوا من اجل شنو؟ من اجل يسرقوا وينهبوا شنو؟ الناس اللي قاموا معاهم والناس اللي اكلوا معاهم عيش وملح والناس اللي تربوا معاهم. ف بجد الحاصل يعني صعب جدا جدا، لكن يعني في النهاية انه القوات المسلحة صمامة امام السودان هي قادرة جدا انه تقدر يعني تنهي كل التمرد الحاصل. وانا بستغرب لحاجه واحده، انه يعني الناس اللي كان عندهم احقيه بالحرب دي من زمان الحركات المسلحه، والحركات المسلحه ذاتها ما عملت العملوا ميليشيا الدعم السريع. يعني اول ما الحرب دي حصلت لقينا كل الناس، لقينا كل المواطنين واقفين مع الجيش. فانا رسالتي لكل العالم، للدول بالتحديد الطمعانه في خيرات السودان، بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والسودان ده ما بيتفكك مهما حصل، رغم الحرب اللي حصلت لنا ورغم الظلم اللي حصل لنا، السودان ما بيتفكك، والسودان باذن الله حيرجع اقوى من الاول، وحيرجع احسن من الاول بخيراته، بشبابه، بقواته المسلحه، بكل الناس اللي يوقفوا مع الجيش السوداني ان شاء الله. اتفضل. زول مرتزق بنا يتربص فتك متك تتك وأبمس، البيان بالعمل شعارنا بلبس، البيان بالعمل شعارنا بلبس، أسأل أي عميل جانا يتقلبص، إن الموت نحنا ما بنندس. شكرا 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 شكرا. الله يديكم الصحة والعافية على العين والراس، وشكرا لأي زول بيأثر ولأي زول وصلته الرسالة. وبجد يعني بجد الحقيقة اللي احنا يعني ما عارفينها انه السودان مظلوم جدا جدا، السودان يتآمروا عليه، السودان يتعاونوا عليه، وفي دول كثيرة طمعانة في خيرات السودان، لكن ربنا موجود، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي زول يتعاون مع الجنجويد، يتعاون مع الميليشيا، يتعاون مع أي شخص عنده قصد في إنه يدمر السودان، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الحجر راح ينطق والبني آدمين ما بتنطقش. شكرا شكرا أستاذ أحمد حلمي، شكرا وتحية يعني خاصة جدا يعني مصر ووقفتها مع السودان، وإن شاء الله يعني ربنا يديكم العافية يا رب. ما عنديش إحساس أو فعل نفسي أعمله غير إني أنا أبوس راسك والله على هذا الإحساس والعمل اللي أنت عامله. أثرت فيا ووجعت قلبي. سلامة قلبك يا أستاذ، سلامة قلبك. وأنا أتمنى إن الناس اللي قلبها قاسية زي الحجر على السودان، أتمنى إنه يعني ربنا ينور بصيرتهم ويقول لهم إن السودان ده بلد خير وبلد خيرات.
ومين اللي قال إنه الحجر ما بينطق؟ نحن اللي ما بنعرف نسمع. شكرا يا أستاذ، شكرا لك، شكرا. زين نحن نشكرك انك جيت على البرنامج، انا انبسطت فيه. شكرا شكرا أحمد؟ شكرا. نعم. وأنا نعم علي. وانا نعم طبعا. الله يخليك.